في البداية كده حابب أقول إن الراجل ده من أكتر الممثلين اللي بيعرف يضحكني، واتربيت على أفلامه من وأنا صغير، وأفلامه كلها نوستالجيا بالنسبة لي. لما كانت الدنيا بسيطة كده ترجع من صلاة العيد تاكل كحك وتشرب كوباية شاي وتتفرج على فيلم معلش إحنا بنتبهدل أنت وعيلتك. ما أعتقدش يعني إن في حد ممكن يكون ما بيحبش على الأقل فيلم من أفلامه أو ضحك على إفيه من إفيهاته. ومن فترة قريبة كده افتكرت الراجل ده، استغربت هو ليه ما بقاش بيعمل افلام زي الاول، وازاي يتحول ممثل من نجم شباك كان قادر انه يعمل فيلم كوميدي ينزل قدام افلام زي الناظر وبوحه السفاره في العماره وفيلم ثقافي وينافسهم وياخد منهم شويه ايرادات، لممثل تعرف بالصدفه اصلا انه كان عامل فيلم في السينما وما حققش ايرادات وقعد كام يوم في السينما واتشال. فده يخلينا نسال، هو ايه اللي حصل لاحمد ادم؟ وانت بتتفرج على مسرحية الهمجي لمحمد صبحي هتلاقي مشهد صغير قوي في المسرحية لشاب عامل دور جرسون عنده شنب ولابس ببيونة كبيرة كده، والحقيقة المشهد أصغر من إنك تفتكره أو تفتكر الممثل، لكن شكله وحركته على المسرح وتلقائيته ممكن يعني يخليك تفتكره. وبعد كام سنة كان في برنامج وزارة الزراعة عاملاه بيوعي الناس بأهمية الزراعة والأرض وكده يعني، وممثلين كتير قوي ظهروا في البرنامج ده على مدار سنين. لكن في حلقة ظهر فيها راجل عجوز كده اسمه القرموطي، خلقه ضيق وبيرمي إفيهات وشكله وطريقة كلامه تهلك من الضحك. الراجل ده أخد اللقطة من كل الممثلين اللي معاه، لدرجة إن كل الناس بقت تتفرج على البرنامج مخصوص عشان عايزين يعرفوا مين الراجل العجوز الكوميديان ده، عشان يكتشفوا بعد فترة إن ده أصلا مش راجل عجوز ولا حاجة، ده ممثل شاب لسه طالع اسمه أحمد آدم. وده هو الممثل اللي طلع مع عادل إمام في فيلم المنسي، وعمل مشهدين كوميدي معلقين مع الناس لحد دلوقتي، وعمل فيلم يا تحب يا تقب بطولة مشتركة مع فاروق الفيشاوي والمنتصر بالله اللي نجح في السينما نوعا ما وقتها، عشان تبقى سنة 94 هي السنة اللي يعرف فيها الجمهور أحمد آدم وتعجبهم تلقائيته المختلفة طريقة الكوميديا بتاعته. وخليك فاكر نقطة التلقائية دي كويس عشان هنرجع لها كمان شوية. وبيعمل بعديها آدم شوية أفلام منها الأدوار الصغيرة والبطولة المشتركة زي فيلم إشارة مرور وصمت الخرفان وسمكة وأربع قرون، لكن الأفلام دي ما تقدرش تغطي على نجاح القرموطي اللي عمله في برنامج وزارة الزراعة. فبيقرر آدم إنه ينقل شخصية القرموطي دي لدور بطولة ويعمل مسلسل للقرموطي في مهمة رسمية وينجح ويعجب الناس جدا. وهنا كانت بداية الحفرة اللي بيحفرها آدم لنفسه من غير ما ياخد باله، واللي هنتكلم عنها قدام شوية في الحلقة. المهم في نفس الوقت ده ما بينساش آدم جمهور المسرح ويعمل مسرحية فيما يبدو صراع عبده، المسرح اللي الناس عرفته منه، المكان اللي بيلعلع فيه ويرمي فيه كوميديا براحته ويخرج عن النص زي ما هو عايز. بالمناسبة يعني أحمد آدم كان أستاذ في الحتة دي، عبقري، كان بيعرف إزاي يخرج عن النص وفي نفس الوقت يضحك الناس وما يوقعش إيقاع المسرحية. كان ممكن يقعد بالربع ساعة خارج عن النص هو وصاحبه وشقيق عمره صلاح عبد الله، كان بيحب يزاوله جدا ويعمل فيه مقالب على المسرح طول الوقت، وتمام يعني الناس مبسوطة وبتضحك برضه وبتبقى عايزة المشاهد دي ما تخلصش. وانا شخصيا بحب المسرحيه دي جدا من وانا صغير. المهم بقى نرجع لموضوعنا. بعد المسرحيه دي بيبتدي الجمهور يعرف ان في كوميديان يستحق انه يبقى نجم شباك ويتعمل افلام باسمه، عشان يعمل احمد ادم اول بطوله مطلقه سنه 2000 وهو فيلم شجيع السيما. وبالمناسبه يعني هو كان فيلم فعلا بيضحك ومليان مواقف كوميديه، وبالنسبه لاول بطوله فهو فيلم كويس. لكن حظ ادم السيء انه كان نازل قدام فيلم زي فيلم الناظر اللي طبعا كسر الدنيا وقتها وحقق نجاح رهيب، ومفيش فيلم قدر انه يقرب منه حتى في السنه دي. وفي نفس السنه عمل ادم بطوله مشتركه كده مع الشحات مبروك في فيلم اسمه تحت الربع بجنيه وربع. مش محتاج اقول لك طبعا قد ايه هو فيلم هابط، هو اصلا باين عليه من غير ما اقول لك يعني. وفي سنة 2001 بيعمل أحمد آدم فيلم الرجل الأبيض المتوسط. أنا بعشق الفيلم ده، ومن وجهة نظري ده أحسن فيلم عمله أحمد آدم في تاريخه الفني كله. فيلم كوميدي إنساني مفهوش غلطة، ومن رأيي ده أحسن أداء تمثيلي ليه. كان أول فيلم تقريبا لأحمد آدم يثبت فيه إنه مش بس كوميديان، ده كمان بيعرف يمثل تراجيدي. والمشاهد اللي كانت بينه وبين عزت أبو عوف وعلاقتهم ببعض كانت من أجمل ما يمكن. وهقول لك ليه ده أحسن فيلم عمله، لأن ده الفيلم الوحيد ليه اللي ما بيعتمدش على أحمد آدم لوحده. صحيح هو البطل، لكن معاه ممثلين كتير بتسنده زي عزت أبو عوف ونشوى مصطفى وسمية الخشاب، ومعاه 2 ممثلين زي ماجد الكدواني ومحمود البزاوي عاملين 2 بلطجيه مالهمش حل، وليهم مشاهد كوميديه الناس فاكراهم لحد دلوقتي، وضيوف شرف زي طلعت زكريا وسعيد طرابيق واللي كانت مشاهدهم كوميديه جدا برضه. وبالمناسبه يعني انا بحب الموسيقى والاغاني بتوع الفيلم ده جدا ولسه بسمعهم لحد دلوقتي. لو مرة اتكعبل قوم من تاني وعيشها، ولا في سكة قابل الأحزان طنشها. والحقيقه انا مش عارف ليه احمد ادم ما مشاش بنفس الطريقه دي في باقي افلامه.
بعديها بسنه بينزل احمد ادم بفيلم هو في ايه، بطوله مشتركه مع محمد فؤاد، وهي كانت خطوه ذكيه جدا من ادم، لان فؤاد كان مكسر الدنيا قبليها باسماعيليه رايح جاي ورحله حب، والبوماته كانت بتكسر الدنيا الوقت ده. لكن الفيلم فشل جدا لما نزل بسبب ان فؤاد وادم كانوا على طول مختلفين مع بعض، كان في مشاكل ما بينهم في كواليس الفيلم، بالرغم يعني انه كان فيلم حلو والله وفي مشاهد كوميديه، وخدت بالي ان الاثنين ما كانش ليهم اسم في الفيلم، مش عارف المؤلف كان يقصد ايه الصراحه. المهم بيرجع ادم في سنه 2003 بفيلم هندي مع اكتر واحد بيتفق معاه في الشغل وهو صاحب عمره صلاح عبد الله، وعاملين اتنين صحاب في فيلم بيتكلم عن الصداقه، والاتنين الكيمياء بينهم عاليه جدا طبعا، وفعلا الممثلين لما بتبقى علاقتهم ببعض كويسه بيبان على الشاشه، فبينجح فيلم هندي ولسه عايش مع الناس لحد دلوقتي، وكل لما يجي بتفرج عليه ما عنديش مشكله يعني. وبيرجع ادم بعديها للمسرح بمسرحيه ربنا يخلي جمعه مع وحيد سيف، بصراحه دي حاجه تحسب لادم انه كان من اكتر نجوم جيله اللي حريص انه يعمل مسرح باستمرار، وهي كانت نفس القالب بتاع ادم في كل مسرحياته، ونجحت المسرحيه وحققت ايرادات عاليه جدا وقتها، واتصورت واتذاعت في التلفزيون كمان. بيتاكد احمد ادم انه لازم عشان ينجح في السينما ما ينفعش يعتمد على كوميديته بس، لا ده لازم يستعين بكاتب شاطر ومخرج كويس عشان يقدر يواكب النجوم اللي بتنزل قصاده. وفي سنه 2005 بيعمل ادم فيلم معلش احنا بنتبهدل، واخيرا بينجح ادم انه يوصل لجمهور السينما بعد شويه محاولات بائسه طبعا، والفيلم ده نجح لان فعلا ادم فهم لعبه السينما وازاي يقدر ينجح فيها. جابوا شخصيه القرموطي اللي ناجحه مع الناس جدا وحولوها من مجرد شخصيه كوميديه وحطوها في اطار سياسي كوميدي. قالوا طب ايه اللي هيحصل لو خلينا القرموطي يروح يقابل الرئيس الامريكي بوش ويقابل الرئيس صدام في العراق، وابنه وحيد يروح بغداد في وقت حرب العراق وامريكا عشان يكون نفسه. فكره خام وبره الصندوق، والفيلم فعلا كسر الدنيا وادم تفوق على نفسه فيه، بالرغم انه كان نازل قدام فيلم سياسي كوميدي تقيل زي السفاره في العماره. وبالمناسبه يعني سنه 2005 دي كانت سنه ما جاش زيها في السينما، اتعمل فيها 37 فيلم مصري، منها ابو علي وبوحه ويانا يا خالتي وملاك اسكندريه وزكي شان وحرب ايطاليا وابو العربي وحريم كريم ودم الغزال وحاحه وتفاحه، كله كان نازل يفرض عضلاته في السنه دي، مش هزار يعني. والله الواحد بيزعل لما بيفتكر انه كان في يوم من الايام كان واقف قدام السينما وقدامه الفرايتي دي كلها من الافلام، اختار منهم واحد عشان يدخله. ما علينا. المهم في سنه 2006 بيعمل ادم فيلم صباحه كده، ودي كانت بدايه تراجع مستوى ادم في السينما، رغم انه كان فيلم فعلا حلو، وادم عمل دور نعناع الاعمى المزيكاتي مدرس الموسيقى ده بجد حلو. المشاهد اللي كانت بينه وبين محمد شرف كانت مليانه كوميديا، لكنه ما كانش بنفس مستوى معلش احنا بنتبهدل. وفي نفس السنه بيعمل مسلسل اسمه حياتي انت. بص انا مش محتاج اقول لك كان حلو ولا لا، مسلسلات الفتره دي كلها كانت ذكريات، مسلسلات خفيفه كده مش معقده، تتفرج عليها ما تتضايقش يعني. بص طالما شفت الحته دي في بدايه التتر تعرف انه اكيد هيعجبك يعني. كانت ايام جميله والله. وبيغيب ادم سنتين عن السينما عشان في 2008 يعمل فيلم شعبان الفارس، اللي من وجهه نظري ده من اسوأ الافلام اللي عملها ادم. وصحيح هو فيه روح ادم وتلقائيته، بس القصه ضعيفه جدا ونهايه الفيلم ساذجه قوي بصراحه، يعني اللي هو مش عارفين نقفل الفيلم ازاي، فنعمل تكريم للبطل والناس كلها تقوم تسقف له، والظابط اللي مطلع عينه طول الفيلم يجي هو كمان ويسقف له في التكريم. وطبعا الفيلم اتدفن في السينما لانه كان موسم قوي جدا برضه، صعب يصمد قدام افلام زي اسف على الازعاج واتش دبور ورمضان مبروك ابو العالمين حموده. وهنا ادم ما بقاش قادر يواكب السينما، مستوى افلامه اقل بكتير من الافلام اللي بتنزل قدامه، يعني بصراحه مش متخيل يبقى قدامك في السينما اسف على الازعاج وكلاشينكوف والدادا دودي واتش دبور وتسيبهم وتدخل شعبان الفارس. ويغيب ادم سنتين كمان عن الاعمال الفنيه عشان يرجع يعمل بعديها مسلسل الفورياجي، وهو يعني مسلسل كوميدي اجتماعي تتفرج عليه انت وعيلتك، مش اكتر من كده يعني. وبعدها بتيجي لادم فكرة عبقرية، قالك بما ان اكتر فيلم انا عملته نجح مع الناس كانت فكرته كوميدية سياسية، فانا اعمل برنامج سياسي ساخر، اجيب اي قضية سياسية شاغلة المجتمع واسخر منها. ويا ريت الفكرة دي ما جات له والله، كان برنامج من اسوأ ما يمكن. مين اقنع احمد ادم انه ممكن يبقى مذيع ناجح؟ انت ممثل كوميديان والناس بتحبك، وقدرت تثبت انك ممثل كويس وقادر تعمل ادوار مختلفة. صحيح افلامك ما بتحققش اعلى ايرادات، بس ده مش مقياس الناس، افلامك بنحبها ولينا معاها ذكريات، وهي دي نقطة التلقائية اللي كلمتك عنها في اول الحلقة. ادم عارف ان الناس بتحب تلقائيته، فافتكر انه لو عمل اي حاجه بيها هتعجب الناس، وانك تجيب ناس تقعدهم في الاستوديو عشان يضحكوا على اي حاجه بتقولها ده ما يخليش اللي قاعد في البيت بيتفرج عليك يضحك من قلبه، ضحك مش بالعافيه يعني. يا سليمان يا سليمان المايك ده يا نهار اسود. الفكره ان البرنامج دخله في مشاكل مع ناس كتير لدرجه ان قناه الحياه كانت هتوقف البرنامج اكتر من مره، لكن البرنامج كمل وادم عمل منه اجزاء كتير خلاه يبعد عن السينما سنين. ومن رايي البرنامج ده اكبر قرار غلط عمله ادم، وبعد سنين غياب عن السينما يحب ادم انه يرجع للسينما تاني ويحاول انه يرجع للمنافسه، فيرجع بالشخصيه اللي الناس عرفته منها وحبته، وهي شخصيه القرموطي في فيلم القرموطي في ارض النار. وفكرته برضه سياسيه كوميديه، وهي بالمناسبه ما كانتش عوده سيئه لادم، بالعكس
الفيلم كوميدي ولذيذ، وآدم كان مسك كاركتر القرموطي كويس ولسه عنده ملكة الكوميديا، لكن الفيلم ما نجحش النجاح اللي يليق بعودة آدم للسينما بعد 9 سنين. وهقول لك ليه أنا قلت لك إن القرموطي كان الحفرة اللي بيحفرها آدم لنفسه، لأن ده أصعب تحدي ممكن يمر بيه الممثل، إنك تعمل شخصية تنجح مع الناس جدا وما تقدرش تعمل حاجة تغطي على نجاحها، لأن الشخصية كانت معدية مرحلة الفيلم. الشخصية الناس كانت بتقلدها في الشارع وفي أعياد الميلاد، وفي ممثلين كمان قلدوا القرموطي، وده طبعا زي اللي حصل بالظبط مع محمد سعد شخصية الليمبي. تحدي صعب فعلا مش هزار يعني. وفي 2019 بيكرر نفس تجربة القرموطي بفيلم أرمط بيتمرمط، والفيلم فكرته حلوة وبس، لا بس مش أكتر من كده يعني. الفيلم مستواه أقل كمان من القرموطي في أرض النار، وهو يعني ما يختلفش عنه كتير في مستوى الكوميديا. وفي 2020 بيعمل آدم فيلم صابر وراضي مع رزان مغربي ومحسن محي الدين، والفيلم يعني مش مقتبس من فيلم أجنبي، ده مسروق حرفيا من فيلم ذا انتاتشبلز، تقريبا معظم المشاهد متاخده منه، ده حتى صناعه ما تعبوش نفسهم انهم يعملوا بوستر كرييتيف، فاخدوا البوستر هو من فيلم ذا انتاتشبلز. والفيلم طبعا ما نجحش تماما لدرجه انه اتشال من السينما بعد 3 ايام بس من عرضه بسبب مشاكل سرقه القصه من الفيلم الفرنسي. وبيشارك آدم في نفس السنه في فيلم 200 جنيه مع ابطال كتير ظهروا في الفيلم، ويعني بالمناسبه ظهور آدم كان كويس ضمنهم. وفي الاخر حابب اقول اني بحب احمد ادم جدا، واتمنى يرجع يعمل لنا افلام تليق بتاريخه. وفي ناس بتقول انه خلاص انتهى وما بقاش عنده حاجه يقدمها، وانا من رايي انه ما انتهاش، بالعكس لسه عنده كتير قوي يقدمه، بس يغير طريقه تفكيره في اختيار الادوار اللي بيعملها. والمشكله ان احمد ادم فاكر ان برنامج ادم شو ده ناجح والناس بتحبه، ولسه عامل منه جزء جديد كمان السنه دي. ومن رايي ان احمد ادم لازم يستغنى عن البطوله ويرجع يعمل ادوار السنيد زي اللي كان بيعملها حسن حسني واللي بيعملها محمد محمود دلوقتي. ليه لا؟ الجمهور نفسه طريقة تفكيره بتتغير وسنه بيكبر وانت بتكبر معاه. تخيل معايا لو آدم عمل مثلا دور أب أو خال البطل، الكوميديا بتاعته اللي احنا بنحبها هيعمل ايه؟ ولو اختار ورق كويس ومخرج واعي للسينما ومتجدد في الكوميديا زي أحمد الجندي أو معتز التوني مثلا، ممكن يعمل ايه؟ ولازم يبعد عن شخصية القرموطي اللي تم استهلاكها حتى لو مؤقتا. وبس كده، لو الحلقة عجبتك يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ده هيساعدنا نكمل، واكتب لي في الكومنتس رأيك في الحلقة، واكتب لي لو في حد عايز نعمل عنه حلقة. شكرا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟